ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره بتشوفيني، انا قناتي اسمها مونيتا كيتشن. هنعمل مع بعض النهارده الزبده في البيت. هنعمل الزبده الجاموسي باللبن الجاموسي، طبعا كامل الدسم. هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه ومش هتكلفنا حاجه. احنا بنجيب اللبن طبعا عشان ولادنا الصغيرين وبنسقيه لهم. فهناخد القشطه بتاعته ونحوشها. يلا بينا ندخل بقى ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. العلبه دي انا محوشه فيها تقريبا حوالي 7 كيلو من اللبن. اللبن بتاعي كامل الدسم، واتاكد ان هو من حد موثوق فيه وكامل الدسم. بغليه عادي في التلاجة، بشيله بعد ما بغليه، وتاني يوم القشطه بتاعته بتكون اتكونت معايا، وباخدها واشيلها في علبه لحد لما اكمل الكميه اللي انا عايزاها. تقدري تستخدمي نص الكميه، مش شرط تعملي الكميه الكبيره اللي انا عملتها. انا هوريكم بس وزن القشطه بتاعتي. القشطه بتاعتي هنا وزنها معايا كيلو و100 جرام، زي ما قلت لك من 7 كيلو لبن. تقدري تستخدمي 3 كيلو لبن بس نص الكميه، تقدري تستخدمي 4 كيلو على حسب، مش شرط. وكل ما تعملي شويه قشطه تعمليهم زبده وتشيليهم في التلاجة لحد لما تكملي كميه زبده حلوه كده، وتبداي تسيحيها. مفيش اي مشكله. عايزه اقول لك انضف واحسن بكتير. بتستفيدي ان انتي بتشربي لبن طبعا للولاد علشان العظم بتاعهم يتبني، وبتستفيدي طبعا القشطه ان انتي بتعمليها زبده، وبعد كده الزبده دي بتسيحيها وبتعمليها سمنه. فاحنا مش بنخسر خالص ان احنا نعمل الزبده في البيت، بالعكس. دي حاجه نظيفه جدا وبتبقى قدام عينيكي، لان في ناس كتيره ربنا يكفينا الشر بيخشوا الزبده وبيحطوا فيها حاجات مش كويسه وبيبيعوها، والناس طبعا مش بتعرف غير لما بتاخد وتسيحها. زي ما قلت لك ان الزبده بتاعتي وزنها كيلو و100 جرام. عندنا 3 طرق بقى. يا اما لو عندك هاند بلندر هتستخدمي الهاند بلندر، يا اما هتستخدمي المضرب الكهربائي زي ما انا هستخدم معاكم النهارده، يا اما المضرب الشبكي في العجان. طبعا اسهل طريقه فيهم كلهم هو المضرب الشبكي، لان انت مش هتتعبي ايدك، وان انت هتسيبيها تشتغل ومش هتاخد وقت. طبعا انا هنا عملت الكميات كلها على بعض. بس نصيحه ان انت لو عندك كميه كبيره زي كده، لا انت ما تستخدميش. لو ما عندكيش الا المضرب الكهربائي ما تستخدميش الكميه كلها. ممكن تاخدي شويه شويه، تقسميها على 3 مرات او 4 مرات وتبداي تشتغلي بيها. هضرب بقى كده بالراحه زي ما انتم شايفين كده. هبدا اضرب واشغل المضرب من غير اي اضافات خالص، ولا ميه ولا تلج ولا اي حاجه. هشغل بس المضرب، وطبعا بريحه علشان خاطر الموتور بتاعه ما يتحرقش معايا، عشان هو يشتغل معايا وقت كبير. هفضل اضرب كده في الزبده، وكل شويه هتلاقي القوام بيختلف. في القشطه بتاعتي هتلاقي كل شويه القوام بتاع القشطه بيختلف. طبعا بنزل الجناب بتاعتها وابدا زي ما انتم شايفين بدات تنزل ميه بسيطه وتعمل فرفته كده اهي. هشتغل عليها اكتر علشان خاطر تديني الشرش وتنزل معايا وتتجمد بسرعه وتبقى معايا زبده. زي ما انتم شايفين هفضل اضرب واستمر في الضرب. شايفين بدات اهي عملت فصلت عن بعضها شويه. طبعا هنستمر في الضرب لحد لما ناخد النتيجة المطلوبة اللي هتشوفوها برضو معايا. انا هنا مشغله لكم الفيديو بالراحة خالص اهو، والمراحل بتاعة تكوين الزبدة معاكم. بس انا كل شوية بريح زي ما قلت لكم المضرب معايا. ويا ريت بجد يفضل ان انت ما تستعمليش الكميه كلها لو هتستخدمي المضرب الكهربائي او الهاند بلندر. لو هتستخدمي المضرب الشبكي في العجانه يبقى تمام الكميه كلها، مفيش اي مشكله خالص. بضرب اهوت، وبدات واحده واحده اهي بدات تفرول خالص معايا. هنفضل نضرب لحد لما الميه بتاعتها تظهر والشرش بتاعها وتفصل الزبده عن الشرش. شايفين اهو بدات شويه. برضو هوريكم شويه ميه من اللي بداوا ينزلوا. شايفين اهو شويه صغيرين برضو. وهبدا اضرب، بوقف وبضرب. طبعا بحط بقى معلقه كبيره من الملح. تمام. والملح بتاعنا بيكون ملح خشن. ونسيت اقول لكم على المعلومه دي. واحنا بنضرب مع الزبده، بس هي دي الاضافه اللي احنا بنحطها فقط. شايفين الميه بدات تظهر اهي. برضو هستمر في الضرب بتاعي من غير اي مشكله خالص. هنزل بس الجناب كده وابدا اضرب تاني زي ما انتم شايفين اهو. شايفين بدات شويه شويه. طبعا احنا مش مستعجلين عليها. احنا بناخد حاجه كده زي ما بيقولوا حاجه نظيفه جدا وصنع بيتي وحاجه انتي ضمنها. هضرب تاني واكمل ضرب ولغايه لما يفصل ويبان معايا الشرش بتاعي. خلصت بقى ضرب معايا. شايفين بالطريقه دي هبدا بقى اشكل الزبده بتاعتي بمنتهى السهوله. هجيب بقى كده اكون بقى طبعا غاسله ايدي كويس طبعا، او لو عايزه تمسكي جوانتي مفيش اي مشكله. هبدا بقى اخد قطعه قطعه كده واعصرها جامد جدا جدا، وانزل منها اي ميه خالص كده.
زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي، نعصر جامد قوي قوي قوي. ولو في مصفى طبعا هتسهل عليكي العمليه ان انت تحطي فيها وتروحي عصر كل الميه ومنزلاها منها. هكورها بقى بالطريقه دي كور كده، واعملها كوره باي شكل عايزاها تعمليها بقى، كبيره صغيره الحجم اللي يريحك. هكمل نفس الطريقه بالزبده كده. هاخد برضو كميه في ايدي وابدا اعصر جامد لغايه ما انزل منها الميه عشان اخلص كل الميه اللي فيها، وابدا احطها جنبي كده. وفي الوقت ده بعد ما بخلص ببقى مجهزه ميه متلجه. تمام. بعد ما اخلص كل كميه الزبده هنزل فيها علشان لو فيها اي لبن لسه متبقي ينزل في الميه، مفيش اي مشكله. بخلص زي ما انتوا شايفين اهو. الكميه دي طبعا عملت لي شويه زبده حلوين. زي ما قلت لك تقدري تعملي نص الكميه مفيش اي مشكله. انا كان عندي اللبن دوت والقشطه الكميه الكبيره دي، فقلت بقى استخدمها واعملها بالمره. تمام بالطريقه دي. ان شاء الله باذن الله في مره تانية اعملها لكم بطريقه ضرب تانية. في ناس بتضربها في الخلاط، بس انا بصراحه مجربتهاش في الخلاط. انا لقيت ان المضرب احسن. وطبعا الهاند بلندر برضو بالكميه القليله هيبقى احلى. وكمان طبعا لو الكميه كبيره هنستخدم العجان زي ما قلت لك. انا كده بكور كور الزبده بحطها جنبي، وهكمل بنفس الطريقه برضو. شايفين ما شاء الله بنزل الميه منها اهو. والشرش ده او اللبن اللي بيتبقى ده ما بيترميش، احنا بنشيله بنحتفظ بيه في الفريزر. لو احنا مش عاملين معجنات دلوقتي، لو بنعمل معجنات ده بقى حلو جدا جدا لما نعمل بيه قرصتين تراي بقى كده، قرقشتين حلوين. نعمل بيه قرص بالعجوه. يعني اي معجنات بجد في مخبوزات حلوه قوي، بيدي طعم حلو جدا جدا وبيبقى جميل جدا في المعجنات بدل اللبن. تمام. هكمل بقى بنفس الطريقه اهو زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين الميه بتنزل ازاي؟ لازم اعصر جامد جدا واتاكد ان ان الزبده بتاعتي خلاص ما بقاش فيها اي كميه من اللبن. بكورها بقى كده بالراحه زي ما انتوا شايفين الكور، واحطها جنبي زي ما انتوا شايفين. هاخد بقى اخر بقى قطعه كده معايا، الم اي حته زبده موجوده بقى بالشكل ده كده علشان خاطر المها كوره. طبعا احنا مش مشكله كوره كبيره كوره صغيره، مفيش اي مشكله. شايفين الزبده لونها ابيض وجميل ازاي؟ بجد عايزه اقول لك ريحتها وطعمها تحفه. حاجه انت عاملاها بايدك في بيتك مضمونه. بجد حاجه كده هتفرحي لما تعمليها، ومش هتبطلي بجد، وهتبطلي ان انت تشتريها تاني، ومش هتبطلي تعمليها. يعني انت لو جربتيها مره بجد انت مش هتبطلي ان انت تعملي زبده تاني، ومش هتشتريها من بره تاني. طبعا تقدري تعملي للناس اللي بتحب الزبده البقري، تجيبي اللبن البقري وتعمل بنفس الطريقه. تمام كده. انا كده خلصت كل كميه الزبده معايا، ودي كميه الشرش اللي متبقيه معايا زي ما انتوا شايفينها اهي. زي ما قلت احنا مش هنرميها. انا طبعا مش هعمل معجنات دلوقتي، فاقدر احتفظ بيها. لو عايزه كميه اكتر بحط بقى كل ما اعمل شويه اروح حطاهم في كيس عادي في الفريزر، ولما اجي اعجن اي عجين عندي بطلعه عادي يفك خالص وادفيه بسيط قوي، لان انا بستخدم في المعجنات الميه او اللبن بيبقى دافي، فاقدر ادفيها عادي مفيش مشكله، واعجن بيها اي معجنات انا محتاجاها. هشيل بقى الكلام دوت كله في زي ما قلت لك في كيس تلاجة، واحتفظ بيه. او عايزه تحطيه في علبه مفيش اي مشكله، بس انا بفضل ان انا بحطهم في اكياس كده على قد كل مره. زي انتوا شايفين اهو. خلاص كده انا خلصتها. هصفيها بقى كده واشيلها في لقيت شويه زبده كده محطوطين، لا برضو ما يتسابوش. خلاص انا كده خلصت كل كميه الزبده اللي موجوده عندي. هشيلهم بقى في كيس زي ما قلت لك، وهوريكي بقى الخطوه اللي بعد كده للزبده. بعد ما كورنا كل الزبده هنشوف الخطوه اللي بعديها ان شاء الله باذن الله. وبعد ما شكلناها بقى زي ما قلت لك هننزل بيها في ميه ساقعه متلجه عشان لو فيها اي بقايا لبن. وده خلاص كده احنا خلصنا الزبده بتاعتنا، احتفظنا بقى بيها في الفريزر. نقدر نحطها في اكياس، نقدر نسيحها في نفس الوقت، مفيش اي مشكله. ده كان الفيديو بتاعي النهارده ليكم، الزبده الفلاحي في البيت من وش اللبن او من قشطه وش اللبن الجاموسي طبعا. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبك وتكوني استفدتي. لو حاسه بقى ان انتي استفدتي معايا من الفيديو والفيديو عجبك، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو، واشوفكم في حلقات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.